وما الدنيا إلا مسرح كبير، مسرح نرى به الأبرز والأكثر ظهوراً بطل، ونرى الواقف في الخلف في الظل بعيداً كومبارس، رغم أننا لا نعلم ما يفعله كلاهما ولا نعلم ما هي حقيقة دور. في البوست ده مش قصدي أكتب كلام عميق ولا حاجة، بس هي شوية أفكار جت في دماغي نتيجة موقف مريت بيه امبارح. حاجة كده فكرتني إن علاج المشكلات مش بنسيانها، لكن بإننا ندور على حل ليها. يمكن يكون الحل مجرد تنفيذ فكرة كانت في دماغي بقالها كتير، فكرة نفسي أوصلها لكم عن حياة ناس بنشوفهم كل يوم وبنعدي من جنبهم من غير حتى ما نعرف حقيقة حياتهم. The only one that I want. I don't know why I'm scared. I've been here before. دايما بيقولوا ربنا بيسبب الأسباب. حسيت بالجملة دي فعلا لما بصيت حواليا ولقيت عم ناصر. أنا اسمي ناصر، شغالة دي 8 سنين في الهيئة العامة للنظافة والتجويد. صعوبات ان واحنا شغالين في الشارع طبعا بنلاقي بنشيل الكوم، الناس بترمي مكانه تاني. اصعب حاجات بنلاقي كلاب ميته بنشيلها، قطط ميته بنشيلها. بعد ما نشيل الكوم وننضفه الناس تحط مكانه تاني. بنلاقي مشاكل كتيره، ممكن الزباله محطوط عليها تراب ركش، جايبينه ناس من الشوارع بيعملوه بيكسروا عماير والشقق ويحطوا لنا احنا في الشارع نشيله. دي مشكله برضه. احنا النهارده شايلين 25 شكاره تراب من فوق الزباله، طب هنشيل الزباله بتاع الشارع ولا نشيل الزباله الركش بتاع العماير؟ ما ينفعش. واحنا بنرفع شكاره التراب على العربيه بنلاقي التراب ينزل على عينينا، فاثناء عينينا بتتعب من التراب. بالواحد يقعد يوم ولا اتنين زمان بنشيل بعضينا، يعني المدير يطلع بدلنا ناس، وركش كبير كتير جو بيقع من فوق العماير، بيرجعوا بيحطوه تحت على الكوم بتاع الزباله. فيه ناس اتعورت مننا كتير والحمد لله حاش ربنا عنا، ورجعت شغلها واشتغل واستمرت معانا. هي شغلتنا مهمه جدا جدا وشايله المجتمع، بس احنا ما حدش مراعينا برضه، ما لهاش شخصيه خالص شغلتنا. احنا بنشيل الزباله والناس معاملانا معامله جرف، مش محسوش بينا، ما حدش بيحس بحد. نظرة الناس بتوصل لنا اول ما واحد يعدي ببدله وكرافتة بيشم ريحتنا بيضرب مناخير واحنا بعيد عن الكوم. وكمان الطلبه وهي طالعه من المدارس بتطل لنا طلع حقيره، والزباله بنشيلها من مكانها بتتحط مكانها تاني. واحد يركن عربيه من اللاكب يركن العربيه وفوق الزباله، نيجي نكلمه بيكلمنا بجرف. بس ناس بتضايقنا كتير، احنا بنشيل الزباله ممكن وقفنا نشيل كوم السلاكسات والسواقين تنزل تشتم فينا وتبهدلنا. مع عيالي بتحس ان واحد ان شافني لابس البدله بيتضايق مني، وابني بيقول لي ما تشتغلش فيها الشغلانه دي. الناس بتبص لي بصه حقيره كده، انا بتضايق. لو انا مش شغال ما حدش مين هيشيل الزباله في الشارع؟ احنا ايام المظاهرات كانت في مظاهرات، احنا كانت مرتباتنا ما لهاش اي لازمه. ساعه ما قامت المظاهرات المرتبات بتاعتنا اتحسنت، عشان عملنا مظاهرات ووقفت الشغل، بقت الدنيا خربانه في الشوارع، راح زودوا لنا المرتبات. الناس وقفت خلاص، ما الزباله هتكتر في الشارع. احب اقول للناس المفروض نتعاون مع بعض، ترابه في الشارع ما حدش يرميها على الزباله، عربيات ما تركنش فوق الزباله، بس كده. بنشيل كتير ومحدش بيقدر. جملة بسيطة قالها عم ناصر بتلخص حقيقة ناس كتير موجودين حوالينا. ناس بتشيل على كتافها حمول عشان تقدر تعيش.
في المسرح بيعرفوا الكومبارس على إنه ممثل زائد، بس الحقيقة إن الكومبارس اللي واقف في الخلفية بعيد من غيره المشهد مش هيكمل، من غيره مش هيكون فيه مسرحية أصلا. لو اخترت إنك تهمش فئات معينة زي عمال النظافة مثلا، لو اخترت إنك تبص لهم باعتبارهم كومبارسات ملهمش لازمة، فأحب أقولك وسع المسرح بتاعك، وسعه قوي، وحط في الخلفية ورا الناس اللي انت بتعتبرهم أبطال، حط 2 مليون كومبارس. أيوة، 2 مليون هو عدد عمال النظافة في مصر. 2 مليون إنسان بنقول عليهم زبالين، رغم إن زبال دي بتتقال لغويا على اللي بيرمي زبالة مش بيلمها. عمال النظافة بيشيلوا حوالي 90 ألف طن قمامة يوميا. متخيل يوم واحد من غيرهم مصر هتبقى عاملة إزاي؟ مش دول بس اللي بنعتبرهم ملهمش لازمة، فئات كتير غيرهم بنلاقي عينينا بصلهم، لكن الحقيقة إننا بنبص وإحنا مش شايفين حقيقتهم. أنا محمد الشراوي، شغال عامل عادي. طبعا أنت عارفة شغلنا إحنا في المعمار، شغل شيل وحط، مثلا أشيل رملة، أشيل راتش، أشيل كاس، أكسر، دي شغلنا إحنا. الشغل ده بالنسبة للشغل منه تقيل، ظهري بيوجعني من الشغل. مش شغلانة خفيفة علشان اخدها وامشي، لا، شيل وحط. اجي مثلا ارفع شكارة على نفسي، شكارة تقيلة عليا، لازم ظهري يوجعني، وانا عندي حاجة و50 سنة. فبالنسبة للشغل ظهر، يعني الشغل اللي انا بعمله تقيل عليا. للاسف في بقدر شغلك وفي ما بقدرش. يعني مثلا واحد تقول له دي ب 10 قروش، يقول لك ليه يا عم؟ انت عملت لي ايه؟ وفي واحد مثلا اقول له دي ب 5 قروش، يقول لي اتفضل. نادر، بقول لك نادر لما تلاقي 10% لما تلاقي واحد يقدرك ويديك مثلا اللي انت هتقولي له عليه. لازم يكون عملت مجهود بالطقطقين عشان يديني المبلغ اللي انا بطلبه. لما تكوني مثلا اولى على عربيه رمله زي دي، الطلعه الساتت، هتطلعها ازاي؟ ولا ونش ولا حاجه، تطلع ازاي؟ بالرجاله. اجيب مثلا 5 6 رجاله ونقف نعمل بوسطه ونطلعها. محدش بيقدر، يبقى دي كله مش على جسم بني ادم. الاخر تيجي تخلص الشغلانه تبقى عايزه تترمي، مش تقومي من مطرحك. وبعدين انت انا ممكن اعمل شغلانه في يوم، اقعد عليها يومين 3 اسبوع. مش كل يوم. ما انا ممكن شغلانه تتعبني في يوم ما اقدرش اشتغل تاني يوم. ايوه، ما انا بقول لك في ناس من زمايلي منصابه من الشغل ده، من التقل ده. في ناس جاله الغضروف من الشيل. لا هقول لك، لا، في جاله. لا، تعورت من ناحيه التعوير كتير، ما تلاقيش. لا، من اول امبارح اهي، يعني مش هقول لك امبارح، وفي رجلي، يعني مش هقول لك، لا، كتير التعوير. خد لي كل يومين 3 تعوير. أنا بتعب كده علشان خاطر ولادي، علشان خاطر ولادي تعيش. أمال أسيبهم في الشارع؟ أمال أنا لازم علشان أجري علشان أوكل مين؟ عيالي. عندي الواد ده خد الدبلوم، ومحمود لسه صغير في سادسة السنة دي. طب ما أنا لازم أعلمه، ولا وظيفة ولا حاجة غير هو دراع اللي باكل عليه. كان على أنا مش عايز عيل يشبط في شغلانتي دي، وأنا ده أنا يعني للأسف شغلانتي تقيلة، شغلانة مش خفيفة.
كل الفضائل تكمن في التعامل بعدالة. جملة بسيطة قالها أرسطو: العدالة. العدالة حتى في نظرتك للبشر. العدالة في اعتبار إن مفيش حاجة اسمها بطل ومفيش حاجة اسمها كومبارس. مفيش بني آدم مهم وبني آدم مهمش أو ملوش لازمة. أدوارنا بتكمل بعض، والعيب دايما مش في اللي دوره مش متشاف، العيب في المتفرج اللي عينه مش شايفة أهمية الدور. أنا أحمد صلاح، شغال في المجاري بقالي أكتر من 25 سنة. يعني ده أكل عيشي، ويعني مفيش مصدر رزق إلا هو. الصعوبات اللي بتقابلني إن بتقابلنا ريحة غازات سامة، يعني يعني بتخنق الإنسان. فطبعا البير لما يكون فيه صراصير الصحية ما بيحصلش حاجة. لما تكون الصراصير ميتة ده بيبقى فيه غازات، روح الصرصار زي روح البني آدم في قلب البير. فطبعا لما نلاقي الصرصار ميت يبقى فيه ريحة وما تنزلوش. الريحة دي عبارة عن غازات سامة بتيجي عن طريق البير، بيبقى مقفول بكمية يعني وقت طويل، بتبقى أشعة الشمس بتعمل له الغازات دي في قلبه. إنما لما البير بيتفتح على طول باستمرار ما بيعملش ريحة. أنا شفت ناس كتير بتتعرض نفس المخاطر بتاعة الريحة ديت، وفي ساعات وفي ناس بتموت منها. مية المجاري بتأثر في الجلد، بتعمل حساسية في الجلد، فأنا باخد لها مراهم ويعني بتعالج منها. احيانا الناس بتضايقنا، بس احنا بنستقبل الناس بروح طيبه. يعني الناس اللي بتضايقنا دي احنا بنستقبلها، لان الناس دي ما تعرفش ايه قيمه الانسان. بيضايقنا بالكلام، يعني بص تلاقي بيتكلم كلام يعني الواحد يعني بيتنرفز منه، بس الواحد لازم يستقبله. مثلا يقول لك ايه، انت شغال في المجاري. يعني ايه شغال في المجاري؟ ما هي شغله المجاري دي هي اللي بتخدمك. يعني شغله المجاري دي هي اللي بتخدمك، هي اللي بتخدم الناس كلها. لولا الراجل بتاع المجاري كانت الناس كلها غرقت في ميه المجاري. هو اكتر الناس بيضايقوني ان هم بيسد مناخيرهم او بيتجنبوا الواحد، يعني وبيقولوا الفاظ يعني خارجه عن ارادتهم. يعني بيقول لك انت راجل، انت ريحتك وحشه، بتحس انها بتتكبر عليك. احب اقول للشخص ده الله يسامحك، لانه هو ما يعرفش قيمه الانسان في الشغل دوت. آخر حاجة في البوست قصة صغيرة. كان واحد فينا كان بيعيط وهو رايح المدرسة عشان مامته وباباها يسيبوه يمشي. طب لو قلتلك إن كان في بنت صغيرة باباها كان معاها في نفس المدرسة، طبعا هتقول عليها محظوظة. بس الواقع كان عكس كده تماما، عشان باباها ما كانش مدير ولا حتى مدرس. باباها كان يعتبر كومبارس، كان فراش، وكل المدرسة كانوا بيعاملوها من المنطلق ده، حتى أصحابها كانوا بيبعدوا عنها، حاجة كده شبه منبوذة. تخيلوا إحساسها وبصة صحابها ليها لما باباها كان بيدخل وينظف الفصل وهي موجودة. حاولت كتير تتغلب على الإحساس ده، بس في يوم المدرس بتاعها عامل باباها بطريقة وحشة قدامها. البنت روحت البيت وكل يوم ما كانتش بترضى تصحى تروح المدرسة. وفي يوم البنت جريت على باباها وعينيها دايبة في دموعها وقالت له أنا مش هروح المدرسة دي تاني وانت هناك. وفجأة دموعها انتقلت لعينه، وقرر الكومبارس ساعتها قرار غريب قوي. قرر يبقى بطل، ذاكر الأب وبقى مسؤول الشؤون في نفس المدرسة. بس النتيجة ايه؟ اختل التوازن. المدرسة مش نضيفة أغلب الوقت لأن ما بقاش فيها غير فراش واحد بس. أيوة النظرة لباباها اتغيرت،
بس الواقع على الأرض بقى أسوأ. بس دي مش غلطته، دي غلطة المجتمع اللي بص للفراشة على إنه كومبارس ملوش قيمة وهمش دوره. تقولوا بطل، تقولوا كومبارس، أنا ليا الفخر إن أنا بنت الراجل ده. أنا مارينا جبر، طالبة في كلية الإعلام جامعة القاهرة. أنا البنت الفخورة بباباها وهو فراش وهو مسؤول الشؤون. فخورة لأنه دايما كان ليه دوره وعمره ما كان كومبارس. وسط الطريق عايشين ناس عننا شايلين، على أي حال راضيين لو حتى منسيين. والكل طير جناحات